اكيد كلنا مارين بهالمواقف، وقسم من عندنا مسويها اصلا. الفضول صفة ما حلوة وراح تدخلك بمشاكل انت في غنى عنها. يعني من تحط ببالك تريد تعرف سالفة انت مالك علاقة بيها، راح تظل قلق وراح تصير مزعج للناس اللي يمك. لذلك نقول قد راتبك بدال. يا اخي انت شعليك، شوف الحلقة حتى تعرف شنو الفضول، انه صفة مو زينة. حتقول راتبك بالحلقة؟ يعني ليش تحط روحك بهيج موقف؟ ايش راح تستفاد من هالمعلومة؟ قل لي ايش راح تستفاد؟ علمتنا الحياة انه نبدل فضولنا السلبي بفضول ايجابي. راح تقول لي هو اكو فضول ايجابي؟ اي طبعا اكو فضول ايجابي، وهسه احكي لك شنو هو. الفضول الايجابي يكون للاشياء المفيدة، الاشياء اللي تضيف لك، الاشياء اللي تعلمك، الاشياء اللي تحسن نفسيتك. يعني ليش تضيع وقتك بشيء ما راح تستفاد منه وما لك علاقة به اصلا؟ اكيد راح تقول لي شنو اسوي؟ استغل وقت فراغك. هذا التليفون اللي 24 ساعة لازمه بيدك، يا اخي عوفه للتليفون. يا اخي لا تعوفه للتليفون، ادري بيك ما تقدر وكلنا ما نقدر، بس تعلم من عنده. ترى بيه هوايه اشياء تقدر تتعلم من عندها وتضيفها لروحك بيها. حسيت روحي دا ارزلكم ترى. لا صدق، ترى هسه كلنا هيج نضيع وقتنا على اشياء ابد ما نستفاد منها. يعني مثلا الفيديوهات اللي تطلع لك قبل ما تنام، 3 ساعات تقضيها انت تباوع بالفيديوهات، بعدين اذا شوف روحك شو استفاديت منها؟ كل شيء ما استفاديت، حتى نوم ما نمت. شوف فيديوهات تعلمك، كوما اكو دورات على اليوتيوب تقدر تستفاد من عندها، تقدر تتثقف بيها، تقدر تحصل شيء بيها. يعني هواية ناس اعرفهم شافوا دورات على الانترنت وبعدها قاموا يشتغلون بهذا المجال وحصلوا من عنده فلوس وصار وارد لهم. اول كلمة نزلت باعظم كتاب هي اقرأ. هاي رسالة من رب العالمين إلنا حتى نقرأ، نتعلم، نتثقف، نكتشف. اقرأ تفسير هذا الكتاب العظيم وافتهم شنو بيه واستفاد من القصص اللي بيه. اقرأ كتب عن هواية انت تحبها، شوف برامج وثائقية، اتعلم شيء جديد. المهم تسوي شيء يفيدك بوقت فراغك وتستغل هذا الوقت حتى تضيف لنفسك. وارجع واقول لك استغل الفضول اللي عندك بشيء يفيدك ويضيف لك. وتذكروا دائما هذا البرنامج دا نحكي بيه حتى نحسن من اسلوب حياتنا ونستفاد كلنا. اريد اسمع ارائكم واقتراحاتكم وافكاركم بالتعليقات. اشوفكم الحلقة الجاية.